لو انت واحد من متابعين القناه من زمان او مؤخرا يعني، فانت اكيد عارف ان احنا بننزل فيديو جديد كل اثنين وخميس. ولو انت ملاحظ احنا تقريبا من الاثنين اللي فات اللي قبله، اللي هو يعني الاثنين اللي فات، لا اللي قبله اخر فيديو كان نزل، ومن ساعتها ما نزلناش اي فيديوهات تاني. تحديدا كان المفروض في فيديو هينزل يوم الخميس، بس للاسف ما نزلش. طب ليه ما نزلش؟ لان ساعتها حصل قصف في المستشفى الميداني في غزه، وساعتها انا ما كانش عندي اي الجرأه ان انا اقف قدام الكاميرا واصور. حسيت زي احنا كده بنقول في مصر ان انا ما عنديش ده. كل اللي انا كنت مجهز السكريبت ومجهز الفيديو وخلاص هروح اصور. بفتح الفيسبوك لقيت اللي حصل ساعتها من قصف المستشفى، فاللي هو ايه، باي وش او اي وجه يعني انا هطلع اصور واتكلم مع الناس عن جرافيك وناس بتباد في حتت تانية. فما كانش لي نفس اي بصراحه ان انا اقف قدام الكاميرا او اصور او اي حاجه. حتى بعد ما الموضوع هدي والدنيا بدات عادي، اللي هو مفيش قصف بشكل اللي هو مجازر، هو في قصف بشكل مستمر، بس اللي هو ايه، حتى في البوستات على الفيسبوك مش قادر انزل. كان في تحديث في الافتر افكت مهم جدا نزل الفتره الاخيره، فاخدت سكرين شوت كنت رايح انزله على الفيسبوك، ما عرفتش، ما جاتليش نفس ان أنا انزله. فبصراحه الواحد الفتره اللي فاتت كان صعب جدا ان هو ينزل او يصور فيديوهات او حتى بوستات تفيد الناس. طب ايه اللي حصل او ايه اللي جد المره دي؟ اللي جد المره دي ان عدم نشر الفيديوهات او عدم نشر البوستات مش هيفيد بشيء، بالعكس هيضر الدنيا اكتر ما هي متضرره. يعني الواحد بيحاول على قد ما يقدر يساعد الدنيا ويدعو اخواتنا في غزه وفلسطين، ربنا ينصرهم ان شاء الله وينصرهم على عدوهم. ولكن ما باليد حيله غير ان احنا ندعي لهم، سواء اذا كنا احنا هننزل بوست او ايا كان. بس فكره ان انا ما انزلش الفيديوهات او ما انزلش البوستات مش هيفيد بحاجه. لو تنزيل عدد تنزيل الفيديوهات او عدد نشر البوستات هيخليهم يتصلوا، والله هعمل كده. ومش بس انا، اي حد يوتيوبر هيعمل كل الكلام ده. بس احنا عارفين ان ده مش هيفيد بحاجه، عدم نشر، اذا كان عدم نشر الفيديوهات او عدم نشر البوستات. علشان كده قلنا نرجع نكمل تاني في فيديوهاتنا ان شاء الله، وندعو لاخواتنا ان شاء الله ربنا يصبرهم وينصرهم على عدوهم ويرحم شهدائهم ويتقبلهم ان شاء الله. طبعا مش محتاج مني ان اقول لك ان احنا محتاجين ندعو لاخواتنا في كل صلاه ان شاء الله ربنا يثبتهم وينصرهم. ازيك صديقي الانسان الفنان؟ اهلا بيك في قناه ديل استوديو حاسب جرافيك في كل مكان. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن البريف. كنت نزلت فيديو قبل كده قلت ان احنا ان شاء الله هننزل فيديو نتكلم فيه عن البريف بشكل مفصل، وكان في كومنتات كتير ان هي بتطالب ان احنا ننزل الفيديو بتاع البريف بسرعه او مستعجلين عليه. خلينا في الاول قبل ما نتكلم او نشوف ايه الاسئله اللي هنتكلم فيها في البريف، خلينا اصلا نتكلم هو ايه البريف. البريف باختصار صديقي هو مجموعه اسئله بتسال العميل عشان تفهم العميل عايز ايه. اذا كان البريف ده سواء اذا كان براندنج او لوجو او حتى سوشيال ميديا او اي حاجه ليها علاقه بمجال الابداع، او حتى لو انت مثلا بتكتب سكريبت او بتكتب بوست او بتكتب اي حاجه، فمهم تبعت بريف للعميل عشان تفهم العميل عايز ايه وتفهم البيزنس بتاعه. في الفيديو ده النهارده ان شاء الله هشارك معاك اهم الاسئله اللي ممكن تسالها للعميل. طبعا الاسئله دي ممكن تزيد او تنقص حسب ما انت شايف، طبعا زي ما قلت لك المهم من البريف انك تفهم العميل عايز ايه. في سؤال انت شايف ان العميل مهم تعرفه من العميل تساله له، في سؤال انا قلته مثلا انت شايف ان السؤال ده مش مهم. الموضوع كله يرجع لك، ده مش فرض او اجبار او حاجه بقول لك اعملها، لا مش قرآن منزل. هو زي ما قلت لك انا حاجه بعملها او دي الاسئله المهمه ان انا بسالها للعميل، وبعد كده تختلف حسب الاندستري او حسب انا عايز اعرف ايه من العميل. فانت ممكن تزود اسئله او ممكن تحذف اسئله حسب ما انت عايز. هنقسم البريف بتاعنا لثلاث او اربع اجزاء، مش متذكر صراحه هو كان كام جزء انا كنت عاملهم. بس قبل ما نبدا في الاجزاء محتاج تعرف انك انت محتاج تسال العميل اسئله مفتوحه. يعني ايه اسئله مفتوحه؟ زي ما هتشوف دلوقتي اسئله مفتوحه يعني اللي هي اسئله مش اجابتها اه او لا، مش اجابتها ابيض او اسود. بتسال العميل اسئله تخليه يتكلم ويجيب كل اللي عنده مفتوح، ما يتكلمش يقول لك مثلا ابيض اخضر، فاهمني؟ لازم تخلي معظم اسئلتك او كل اسئلتك تكون اسئله مفتوحه. ونبدا باول جزء. اول جزء معانا هو ان انت محتاج تفهم البيزنس بتاع العميل بيتكلم عن ايه. ده اول جزء في البريف. هنسال العميل كام سؤال، ثلاث اسئله، هنفهم منه البيزنس بتاعه قائم على ايه او هو اصلا بيعمل ايه. مهم جدا تفهم البيزنس كويس قوي، وهقول لك ليه. ممكن يكون العميل ده بيعمل حاجه انت اصلا مش مؤمن بيها، وهي بالنسبه لنا مثلا في ديننا حاجه حرام، زي مثلا فرضا ان دي شركه خمور مثلا او شركه انتاج اغاني، وانت كواحد مثلا مش بيسمع اغاني، بالنسبه لك دي حاجات حرام مش هتعملها. فمهم تفهم البيزنس بتاع العميل هو عباره عن ايه وبيقدم ايه. اول سؤال معانا تساله العميل هو اتكلم عن البيزنس بتاعك. يعني ايه انت مين؟ بتعمل ايه؟ الشركه بتاعتك اسمها ايه؟ بتعمل ايه؟ بقى لها كام سنه في السوق؟ كل الحاجات دي محتاج تفهم العميل. طبعا انت تقول للعميل اسم الشركه او ممكن تساله اسم الشركه عادي، بس مش تقول له انت اساس سنه كام. باختصار تقول له نبذه مختصره عن او ديسكرايب يور بزنس او اتكلم عن البيزنس بتاعك بشكل عام. هنا العميل هيبدا يتكلم عن البيزنس بتاعه، عن ايه الخدمات اللي بيقدمها، بقى له كام سنه في السوق، هل هو شركه قديمه ولا شركه جديده. طبعا كل الحاجات دي انت محتاج تفهمها عشان تعكسها في اللوجو بتاعك. يعني لو شركه مثلا قديمه غير لما تبقى شركه لسه ستارت اب، محتاج لو شركه قديمه هتبين ان هي شركه عريقه، لو شركه ستارت اب هتبدا تبين او تلعب في الفاليوز بتاعتها. تاني سؤال معانا هو ايه القيم او المبادئ اللي انت مؤمن بيها في الشركه.
سؤال ممكن يبان غريب بس انت محتاج تفهم السؤال ده علشان مهم جدا تفهم المبادئ والقيم بتاعت اي شركه. طبعا السؤال ده ممكن انت اصلا ما تفهموش، او حتى اجابته ممكن ما تضيفلكش، او اصلا في معظم الحالات العميل مش هيكون عنده اجابه للسؤال ده، اللي هو يعني ايه اصلا القيم والمبادئ. يعني لو شركه لسه جديده فبالغالب هي مش عامله براند استراتيجي، فمش هيقول لك تقول له قيم ومبادئ، يقول لك ممكن يسالك السؤال ده فاضي يعمل لك كده، لا مش فاهم بصراحه، ما عنديش قيم ومبادئ. طب انا لما افهم القيم والمبادئ بتاعه الشركه هتفهم تفرق معايا في ايه؟ هقول لك تفرق معاك في ايه. لو فرض مثلا انك انت عرفت ان الشركه قائمه على واحد من المبادئ بتاعتها ان هي صديقه للبيئه، فخلاص كده ده مهم جدا بالنسبه لي ان الجزء ده طالما الشركه متبنيه فكره او قيم الحفاظ على البيئه والطقس والكلام ده كله، فانا هستخدم لون اخضر علشان يمشي مع مبادئ الشركه والقناه اللي بتقدمها الشركه. فهمت الجزء بتاع القيم والمبادئ بيأثر معاك ازاي؟ ثالث سؤال وده اهم سؤال في البريف بالنسبه لي، يعني بص لو البريف كله هتصرف سؤال واحد هيكون السؤال ده: مين هم العملاء بتوعك؟ والسؤال ده طويل جدا ومحتاج تفصيل شويه، فهنركنه للاخر. كده احنا خلصنا اول جزء اللي هو الجزء الخاص بالبيزنس. نتعمق شويه بقى ونسال اسئله مهمه او اسئله لها علاقه اصلا باللوجو او الهويه. طبعا انا هنا بتكلم عن البريف، البريف ده هتسال بيه للوجو او هويه او حتى السوشيال ميديا. زي ما قلت لك في اول فيديو، مهم جدا تفهم العميل عايز ايه. اول سؤال معانا في جزئيه التعمق او جزئيه الخاصه باللوجوز هو انك تسال العميل ايه الشعارات اللي عجبتك وعجبتك ليه. فممكن تلاقيه مثلا بعت لك اللوجو بتاع مثلا نايك او بتاع ابل، فتقول له ليه اللوجو بتاع نايك او ليه اللوجو بتاع ابل، فيقول لك مثلا والله بسيط، مفيش فيه الوان كتير، الايقونه موزونه. فتبدا تسال اسئله، فتبدا تفهم ان العميل عايز حاجه في الحته بتاعت ابل، مش بالمعنى الدايركشن بتاع ابل، لا انا قصدي مثلا ان هو عايز ايقونه بسيطه، مش محتاج بقى حاجات كتير وزخرفات وخطوط، لا حاجات بسيطه. تاني سؤال معانا هو انت ايه المشاعر او الحسيس اللي انت عايز توصلها للعملاء بتوعك من خلال اللوجو. سؤال ممكن اصلا العميل برضه ما يكونش عنده فكره، او ممكن السؤال ده يتصير بطريقه تانية. لو اللوجو بتاعك او الهويه بتاعتك او الشركه بتاعتك عباره عن شخص، فهو بيتكلم ازاي، بيلبس ازاي، بيتعامل مع الناس ازاي. السؤال ده مهم جدا عشان تبدا تعمل حاجه اسمها براند بيرسوناليتي او شخصيه البراند. البراندات بطبيعتها او احنا اصلا كبشر بنحب نتعامل مع البراندات او نتعامل مع الناس بمشاعر او حاجات انسانيه، فاحنا بطريقه او اخرى بنحاول على قد ما نقدر نبين البراند ده كانه انسان ليه مشاعر وليه احاسيس. فانت محتاج تبين المشاعر والاحاسيس بتاعتك دي للناس وهم بيتعاملوا معاك، وده مهم جدا جدا جدا. هقول لك ليه. لو فرض انك انت بتعمل لوجو لبنك، فانت هنا محتاج طبعا اكيد البراند بتاعته او البرسوناليتي بتاعتك تكون حاده جدا، سيريس جدا، واثقه في نفسها جدا. مش هينفع تكون فريندلي او تنفع تكون مرحه فن كده. هتقول لي ليه؟ اقول لك ده واحد بيتعامل مع فلوس، ده مكان بتحط فيه فلوسك. فالامر محتاج، انت محتاجه تشوف ان المكان ده محتاج مكان ثقه، محتاج مكان قوي اقدر اثق فيه. انا محتاج ابين كل المشاعر دي، القوه والثقه والامان والحكمه، كل الحاجات دي محتاج ابينها في اللوجو وانا بصمم. طيب لو مثلا بعمل براند لمستشفى اطفال، فاعكس بقى خالص، انا هجيب بقى حاجات كولرفول واجيب الوان وستيشنريز والستريشنز، فاهمني، واخلط الدنيا كلها كولرز. ليه؟ لان هنا بتعامل مع اطفال، فالاطفال بتحب تشوف الحاجات دي. فده مهم جدا تعرف ايه المشاعر او الاحاسيس ان البراند بتاعك هيبدا يوصلها للناس، او الانطباع الاول بتاع العملاء بتوعك هيعرفوه ايه من اللوجو. ثالث سؤال معانا هو عندك اي تصور او تخيل لشكل الشعار؟ طبعا السؤال ده سؤال مفتوح جدا. ممكن برضه العميل يقول لك لا ما عنديش اي تصور. طب ليه ما تسال السؤال ده العميل؟ لان ممكن سبب يكون العميل متخيل مثلا انك انت هتعمل له اللوجو بتاعه عباره عن ايكون وتحتيها تكست، او هتعمل مثلا عباره عن تكست بس. وهنا في جزء مهم جدا تعرفه، انا هنا بختار الدايركشن ولا العميل بيختار الدايركشن؟ في الغالب لو العميل عنده دايركشن فانت خلاص بتقول له طب انا هشوف، هدرس البريف بتاعك، هدرس العملاء، اشوف ايه السوق بيتكلم عن ايه، واقول لك اذا كان الدايركشن بتاعك ده مناسب ولا مش مناسب. لو كان مناسب فاقول له خلاص الدايركشن بتاعك شايف ان هو مناسب، هنتوكل على الله ونعتمده. طب ولو الدايركشن اللي هو محتاجه مش مناسب مثلا، او غير شايف ان هو لا ممكن نعمل حاجه افضل، فببدا اقول له لا الحته دي مش هتنفع، محتاجين نعمل حاجه افضل، وتسيب له هو حريه الاختيار. دايما بتدي للكلاينت او تخليك انت الجزء اللي هو انت بتدي له النصيحه او الحكمه، وتسيب له هو حريه الاختيار. عمل باختيارك كان بيع، ما عملتش باختيارك فهو انت قلت له الصح من غلط وهو يتحمل نتيجه قراره. طب انا برضو يا زياد هعرف ازاي الدايركشن المناسب او الشكل اللوجو بتاعي، اذا كان ايكون ولا اذا كان تكست ولا اذا كان انفلوب، ولا هعرف الكلام ده ازاي؟ ان شاء الله هعمل فيديو ان شاء الله، ان شاء الله هينزل الخميس اللي جاي، هنتكلم فيه عن انواع الشعارات ودلالات كل شعار بيعبر عن ايه، وامتى تستخدم الشكل الايقوني او تستخدم شكل التكست او تستخدم شكل الحروف. فما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان لما ننزل فيديو ان شاء الله يوصل. دلوقتي احنا خلاص عرفنا البيزنس، عرفنا العميل بيفكر ايه اللي في دماغه، التصورات، شكل الشعر بيكون عامل ازاي. نخش بقى نبدا نشوف السوق او اللوجو بتاعنا هيتحط فين. الجزئيه دي مهمه جدا عشان تبدا تعرف انت اللوجو بتاعك هيبقى مميز في ايه، او ايه الحاجات اللي انت ممكن تبدا تلعب عليها عشان تخلي اللوجو بتاعك مميز وسط المنافسين، او تخلي اللوجو بتاع العميل بتاعك
مميز وسط المنافسين. السؤال الاول، تسال العميل مين المنافسين بتوعك او مين المنافسين الاساسيين، وبتبدا تحدد مثلا عايز 3 منافسين او عايز 4 منافسين او 5 منافسين حسب ما هو قدر يوفر لك. ولو العميل قدر يوفر لك اللينكات بتاعتهم يكون كويس جدا، وانت بتبدا تخش تشوف اللينكات بتاعت العملاء دي، تشوف فيديوهاتهم البصريه، اشكالهم، بيتكلموا ازاي، بيتعاملوا ازاي، وبتسال العميل ايه اللي عجبك في الشركات دي وايه اللي مش عاجبك، عشان تبدا برضه تفهم العميل بيفكر ازاي في المنافسين بتوعه. وانت من خلال اللينكات دي او الفيديوهات البصريه اللي العميل بعتها لك بتبدا تشوف السوق اصلا ماشي ازاي، ايه الشكل العام بتاع اللوجوز او الدايركشنز بتاعت الفيديوهات البصريه، عشان تبدا تعمل حاجات زيهم بس مختلفه. وركز شويه في الحته دي عشان الحته دي مهمه جدا جدا. مهم جدا انك انت تعمل لوجوهات او تعمل شعارات مشابهه للسوق بس مختلفه. طيب ده اللي هو ازاي يعني يا زياد؟ يعني معنى صح، انت دلوقتي لو السوق كله او الجمهور كله متعود يشوف ايقونات المطاعم، مثلا اقول لك مثلا اهو عباره عن شكل الاكل اللي بتقدمه للشركه المطعم. يعني مثلا لو ده مطعم برجر تلاقي مثلا شكل برجر، لو مثلا مطعم بيتزا فده مثلا حط له مثلا بيتزا، لو ده مثلا مطعم باستا حط له مثلا شكل الباستا. فلما يجي الكلاينت يقول لك انا عندي مثلا مطعم برجر، فانت خلاص انت هنا فاهم ان السوق كله او العملاء كلهم متوقعين او مستنتجين ان اي لوجو او اي مطعم برجر لازم يكون فيه ايقونه برجر. فانا هنا هعمل نفس الدايركشن، هختار برجر في اللوجو بتاعي، ولكن التنفيذ هيكون مختلف. بحاول اميز شكل الايقونه بتاعتي بحاجه مختلفه، رسم مختلف، طريقه عرض مختلفه، هويه بصريه مختلفه، ولكن في الاول وفي الاخر انا جوه ايقونه برجر، ما بطلعش بره. مثلا هنا لو جيت مثلا استخدم شكل تكست، لا، لان العملاء هنا محتاجين او العملاء متعودين يشوفوا الشكل ده من الشعارات، فهم محتاجين برضو انك انت تحترم ذكائهم. يعني هم العملاء محتاجين يعرفوا مثلا ان دي ازازه ميه، فانا مش هينفع اجيب اي شكل من الاشكال اغير شكل ازازه الميه بشكل مختلف ان هو مثلا اعملها مثلا مكعب. تمام، لا، هي شكل ازازه الميه هي شكل دائري، فانا في الاول وفي الاخر هعمل نفس الشكل الدائري ده، بس ممكن مثلا اغير في شكل البوتل اللي فوق ده، اغير مثلا في الجزء ده، اغير في اليوزر اكسبيرينس بتاعه البرودكت. فاهمني؟ ده اللي بكلمكم فيه، انك انت تعمل حاجه هي نفس اللي السوق متعود عليها، ولكن تكون مختلفه علشان العملاء تفهمها وتربطها في دماغها. وده اللي بياخدنا لتاني سؤال في الجزئيه دي، واللي هي انت ايه يا عم الحاج اللي بيميزك عن السوق بتاعك او المنافسين بتوعك؟ بمعنى ايه؟ انت شركه انتاج شيبسي، اوكي، ايه اللي يخلينا كزياد او انت كواحد من المشاهدين تسيب شيبسي وكاراتيه وايا كان البرودكت او ايا كان البراند وتاخد البراند بتاعك؟ عندك ايه زياده عنهم؟ عندك ايه فاليو زياده او عندك ايه قيمه؟ يعني في الاول وفي الاخر العميل بيشتري منك قيمه، ما بيشتريش منك منتج نهائي، فانت عندك ايه زياده تقدمه للناس؟ والله في الغالب ممكن العميل يجاوب على السؤال ده يقول لي بص والله انا عندي مثلا ان الشيبسي بتاعي مش ما فيهوش مثلا زيت، كله مثلا محبوس في الفرن، فانت هنا بتلعب على جزء ان هو هيلسي. طب بس اقول لك والله انا عندي الكميه بتاعت الشيبسي كبيره، فانت بتلعب هنا على الكميه، فاهم؟ لازم تعرف اذا كان عنده العميل عنده ايه مميز عشان تبدا تلعب عليه. ولو العميل ما عندوش حاجه مميزه ففي الغالب هو مش هيكمل في البيزنس بتاعه، لانه ما عندوش حاجه تخليه نفس السوق، وبتحاول انت توجد له حاجه مميزه في البيزنس بتاعه او في اللوجو بتاعه، وتحط له حاجه انت في اللوجو بتاعه تكون من باقي الاسئله اللي انت بتديها في البريف تكون هي المميزه في اللوجو او هي اللي بتمشي. وخلي بالكم نقطه مهمه جدا 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 جدا، مش دايما اللي بيميز البراند هو اللوجو. يعني ممكن تكون حاجه بالنسبه لك اللي هو انت عبيط يا زياد، يعني ايه مش اللي بيميز البراند اللوجو؟ هقول لك مثال بسيط وهقول لك ازاي. انت محتاج تعرف البراند او البيزنس قائم على ايه. يعني ايه يا زياد؟ يعني اقول لك حاجه، دلوقتي انت لو بتعمل مثلا منتج او بتعمل لوجو لمنتج كوزماتكس، فالعميل بشكل مباشر هيتعامل مع ايه اكتر؟ مع اللوجو ولا مع المنتج؟ مع المنتج اكيد. اكتر حاجه العميل الكلاينت هيتعرض لها بشكل مباشر هو المنتج. انا محتاج اخلي الشكل المميز بالنسبه لي او الشكل اللي يخلي العميل ارتبط في دماغه بيه هو الباترن، طريقه عرض المنتج او طريقه الباكجينج بتاع المنتج، مش اللوجو. طبعا اللوجو مهم جدا، بقول لك اللوجو مهم جدا، بس هنا اللي هيميز البراند بتاعك هو شكل الباكجينج بتاعك مش شكل اللوجو. زي ما قلت لك اللوجو مهم جدا، ولكن الشكل الاساسي اللي هيخلي العميل بتاعك يحفظك قوي يعرفك عن المنافسين هو شكل الباكجينج بتاعك او شكل التغليف. ممكن تستخدم باترن مختلف، طريقه عرض مختلفه، دايك كات العلبه نفسها مختلف، ولكن في الاول وفي الاخر اللي هيكون مميز بالنسبه لك هنا هو شكل الباكجينج. فهمتني ازاي بقول لك ان اللوجو هو مش الشكل الاساسي او هو مش الجزء اللي بيعبر عن او اللي بيميز البراند؟ كده احنا خلاص خلصنا جزء الكلام عن السوق وعن المنافسين. نخش بقى عن جزئيه التنفيذ، ودي جزئيه مهمه جدا جدا جدا، لان في ناس كتير اصلا بتقع في المشكله دي او بتعمل لها مشاكل مع الكلاينتس او مع العملاء. اول سؤال معانا، تستخدم اللوجو بتاعك او الهويه البصريه في ايه؟ بمعنى ايه؟ يعني انت الهويه البصريه دي هتستخدمها سوشيال ميديا بس، مطبوعات، ولا هتنفذ حاجه 3 دي؟ بمعنى ايه؟ لو الكلاينت بتاعك شركه كبيره مثلا شركه عقارات، فهي بشكل او باخر هتنفذ اللوجو بتاعها كلادنج او اكريليك. ممكن تدور على الكلمتين دول هتفهم انا قصدي ايه. طب الكلادنج او الاكريليك ليه طريقه تنفيذ مختلفه. يعني مثال مثلا حاجات زي كده، لازم يكون سمك، يعني اقل سمك في اللوجو 3 سم،
فانت محتاج تفهم انك انت هنا هتستخدم كل الحاجه بتاعتك بولد، مش حاجه سنه وحاجه رفيعه. وبرضه تتجنب الزوايا الحاده او الشرشره اللي بتبقى عامله زي مثلا خربشه القطه دي، تحاول تتجنبها، لان الحاجات دي في التنفيذ ال 3 دي او الاكريليك بتكون صعبه. طب هل مثلا انت الكلاينت بتاعك ينفذ مطبوعات كتير؟ فانت لو الكلاينت ينفذ حاجات تتطبع كتير، فانت محتاج تبعد عن الشكل او التدرج الذهبي. لو هو عايز مثلا لون ذهبي، هنختار لون ذهبي سوليد اللي هو درجه واحده مش جريدينت، لان الجريدينت في الغالب بيكون صعب في تنفيذه في الطباعه ومتعب ومكلف. فانت بتقول للعميل ان اللون الذهبي اللي هو الجريدينت بيكون صعب في التنفيذ ومكلف، فاحنا ممكن نستغنى عنه هو التدرج او اللون السوليد الذهبي. لو الكلاينت عنده ميزانيه وخلاص ما عندوش مشكله ينفذ اللون الذهبي اللي هو الجريدينت، توكل على الله. تاني اكد على جزئيه اللوجو ده، لان الشخص او ممكن العميل اللي انت نفذت له اللوجو ما قالكش مثلا ما سالتوش السؤال ده زي كده، فهو يكون ينفذ اللوجو بتاعه كليدنج او اكريليك، فانت عامل له خطوط رفيعه، فيجي هو يبعت المطبعه عشان تنفذ. فبتوع المطبعه بيستنصحوا، فبيعملوا ايه؟ بياخدوا اللوجو بتاعك يعملوا له اوفست، بيروح لاوبجكت وبيختار كده اوفست باس وبيزود الستروك بتاع اللوجو. طبعا ده غلط جدا، انت محتاج من الاول تفهم اذا كان العميل هيعمل كلادنج او اكريليك او لا. ثاني سؤال معانا هو تسال العميل ايه الالوان اللي انت حاببها او الالوان اللي انت مش حاببها. في الغالب انت بتحاول تسال السؤال ده للعميل عشان تفهم هو بيفكر في ايه، وبنسبه كبيره جدا الالوان اللي هو يقول لك عليها انت مش هتشتغل بيها للاسف، او انا ما اشتغلتش بيها. اقول لك مثال بسيط. فرض مثلا العميل قال لك انا عايز لون احمر، فانت والله هتقول له خلاص ماشي، فانت تخش تعمل دراسه للبريف او تذاكر البريف بشكل عام، وتشوف المنافسين بيشتغلوا ازاي او ايه الدارج او الناس بتعود تشوف ايه، فتيجي تقول له والله بص لا، اللون الاحمر بتاعك ده مش هينفع علشان احنا مثلا مستشفى ومحتاجين نبين اللون الازرق اكتر هتدي احساس بالامان. فاهمين انا بتكلم في ايه؟ فهتقول له والله خلاص ماشي. طب من جزئيه الاسئله اللي هو مثلا انا لون مش حابه، لان مثلا ممكن يكون الكلاينت فيه مشكله مع لون معين، حصلت معايا قبل كده في شركه كنت شغال فيها. عملنا البراند خلاص، عملنا الستيشنري، عملنا الجايد لاينز، عملنا كل حاجه بلون اورنج، فهو جه بعد ما خلصنا قال لنا انا مش بحب اللون الاورنج. هو ممكن يكون اللون الاورنج هو افضل لون بالنسبه له، بس هو شخصيا مش بيحب اللون الاورنج، فخلاص انا مش محتاج اللون الاورنج. تقول له والله يا عم الحاج ده افضل لون ليك، ده مش عارف ايه بتاع، يقول لك لا انا بالنسبه لي اللون اللي هو الاورنج ده مش عايزه، فخلاص انا مش عايز لون اورنج. فتبتدي تفهم ان الكلاينت الاندستري دي او اللون ده مش هينفع معاه. طبعا لو انت براند ديزاينر شاطر وصايع هتفهم اصلا انك انت اللون اصلا احنا قلنا سؤال كده في النص على اساس تبدا تحدد اللون المناسب للكلاينت، فاكرينه؟ السؤال اللي هو قلنا فيه محتاج تفهم العميل او ايه المشاعر والاحاسيس اللي انت محتاج توصلها للعميل، لان الالوان طبعا بشكل عام او بشكل قاطع بتوصل احاسيس ومشاعر للناس، فعلى حسب الاحساس او المشاعر اللي الكلاينت هيقولها لك في السؤال اللي سالناها في الاول هتبدا تحدد الالوان بتاعته. يعني مثلا لو هو قال لك انا عايز اللون بتاعي يكون فيه قوه، فيه حركه، فيه ديناميكيه، فيه شقلباظات كتير، فخلاص درجات الاورنج والاحمر الحاجات السخنه. طب انا لا، انا براند بيتعامل مع فلوس، مع حاجات فيها خصوصيه وكده، فخلاص درجات الازرق اللي تدي احساس بالثقه والامان. فانت محتاج تفهم سيكولوجيه الالوان وتفهم دلالات كل لون ايه. نرجع بقى لاهم سؤال في البريف، وانا شايف انه ده لو اختصرنا البريف كله في سؤال واحد هيكون هو السؤال ده: مين العملاء بتوعك؟ في الغالب محتاج تعصر العميل كده، تعصره كده عشان الناس تاخد منها يعني اجابه منظمه. لان في الغالب لما تيجي تسال الكلاينت مين العملاء بتوعك، يقول لك والله بص انا بستهدف الرجاله والستات مثلا من سن 40 لسن 5 من سن 25 سنه 40 سنه. فانت ممكن اوكي خلاص كده فهمت انه بيتارجت الرجاله والستات من سن 25 سنه لسن 40 سنه، ولكن انت هنا بتعمل مصيبه، وانت هنا بتعمل حاجه غلط. هسألك سؤال بسيط جدا: هل كل الرجاله، يعني نتكلم على الرجاله دلوقتي، هل كل الرجاله في سن 25 سنه لسن 40 سنه معاهم نفس القوه الشرائيه؟ طب سيبك من القوه الشرائيه لو هي الفلوس، يعني هل نفس السيجمنتيشن اللي هي من 25 سنه لسن 40 سنه نفس التفكير؟ طب هل هم نفس الانطباعات، بيحبوا ايه بيكرهوا ايه؟ في الغالب لا. فانت هنا محتاج تسال العميل اسئله بقى ايه، تحاول تقول له بص يا عم الحاج انا عايز اعرف العملاء دول مين هم، لدرجه تسمهم لي هم اشخاص، اللي بص الشخص الفلاني ده زياد، ده الكائن ده هو العميل المثالي بتاعي، اللي هو عنده 26 سنه، بيحب الجرافيك، مرتبه مثلا من 5000 جنيه، عايش في مصر، عايش في الجيزه، بيصرف مثلا، بياكل مثلا من ايجاد، بياكل من الشبراك. بتحاول تفهم الاندستري او تفهم تحول الشخص ده بيحب ايه وبيكره ايه، اللي زي ما قلت لك في الاول وفي الاخر البني ادمين او احنا كاشخاص بنحب نشتري الحاجات اللي هي بتمثلها احنا كبني ادمين وتبقى شبهنا. يعني هقول لك مثال بسيط: دلوقتي مثلا احنا عايزين مثلا نشتغل لوجو لمطعم كلاس سي. كلاس سي ده مثلا العتبه والحتت رمسيس والحتت اللي هي ايه بتبقى مش عاليه قوي، لا الحته اللي تحت خالص. فهل هنا مثلا انا هاجي استخدم حاجه مثلا تيبوجرافي كده وفي كيرفات وسن قوي ولكجري؟ في الغالب لا، هتلاقيني مثلا حاجات بستخدم خطوط بولد ومطعم جاد كده كبير قوي ولونه احمر وفيه ستروكات. ده ممكن يكون مثلا لك حاجه شعبيه، بس ده هو المناسب مع السوق، ده اللي مناسب مع العميل، ده اللي العميل محتاج او العميل متعود يشوفه.
كان في مثال بسيط جدا حد قاله لي في كورس كده من الكورسات كنت باخدها، كان بيقول لي في مطعم اسمه القذر، يعني هو اسمه كده القذر، يعني بيقدم اكل الشارع. الناس اللي عايشين في مصر عارفين اللي هو اكل الكبده والسجق، الحاجات الشعبيه دي. فبيقول لي القذر ده في مره يعني ربنا كرمه وفتح مطعم كبير جدا وجات ازاز بقى وتكييفات وبتاع. فبقول لي المطعم ده خسر جدا، يعني بعد ما عمل كده فخسر. فطبعا انت ممكن تبقى بالنسبه لك انت راجل حولت من عربيه كبده لمطعم وواجهه وتكييفات، فايه اللي خليك تخسر؟ اللي خلاها خسر هنا ان العملاء جابت دماغهم لوهله ان القذر غلى اسعاره او ما بقاش مناسب ليهم، فما بقاش يخشوا. العميل اللي متعود اكل الشارع هو مش محتاج يخش على مطعم يقعد، هو بس بيبقى حاجز حاجه تكويه كده اللي هو واقف على العربيه ياكلها في 5 دقايق ويمشي، مش محتاج يخش جوه ويقعد ويصور تكييف واوردر وطلبات، لا هو حاجه بالسريع. فانت لما جيت غيرت الحاجات او غيرت البيزنس موديل بتاعك، العميل بتاعك مبقاش عارفك خلاص مشي. انا كده مهم جدا تفهم العميل بتاعي الكلاينت كويس جدا. طب ممكن تقول لي طب ما ممكن ازاي يكون العميل ليه اكتر من سيجمنتيشن؟ اقول لك ان انت محتاج تعمل حاجه تمشي مع الكل، حاجه اللي تكون كلاس ايه قوي ولا كلاس سي قوي، تحاول تمشي حاجه مع النص، ان في الغالب البراندات زي كده مثلا براندات كتير جدا بتبقى ماشيه مع الاثنين، مثلا زي براندات الميه، ازازه الميه، فهي بتمشي مع الاثنين. لان اصلا كلاس سي عمره ما يشتري ازازه ميه، لان هو الانكم بتاعه مستوى الدخل بتاعه مش هيوفر له مثلا يشتري ازازه ميه ب 5 جنيه كل يوم. هتتكلم مثلا في الشهر 5 في 30 مثلا ب 1535 بكام؟ 150 جنيه. 150 جنيه في الشهر بالنسبه له رقم كبير جدا، احنا بقول لغه الرياضه، فبالنسبه له 150 جنيه من مرتبه 3 4000 جنيه، فهو بالنسبه له لا كان هشرب 150 جنيه في الشهر ليه؟ لا انا اشرب من الشارع عادي، اجيب ازازه ميه واروح بيها انا. ففاهمين؟ فانت مهم تفهم العميل بيفكر ازاي، يعني العميل بتاعك ده بيفكر ازاي. فخلينا كده نراجع الاسئله اللي احنا قلناها مع بعضينا واحده واحده من الاول. اول سؤال تسال العميل مين هم، او دي نبذه عن السكرايب يور بزنس، او اوصف لي البيزنس بتاعك. تاني سؤال ايه القيم والمبادئ بتاعتك اللي انت مؤمن بيها في الشركه او اللي الشركه ماشيه عليها. ثالث سؤال مين هم العملاء بتوعك، وزي ما قلنا السؤال ده مهم جدا، تعصر العميل على قد ما تقدر تاخد منه معلومات كويسه ومعلومات وثيقه عشان تبدا تطلع حاجه مناسبه ليه، لان في الاول وفي الاخر انت بتعمل لوجو مش ليك ومش للكلاينت، للعميل اللي هيشتري. فانت محتاج تفهم العميل اللي بيشتري بناء على ايه. رابع سؤال ايه البراندات اللي عجبتك وعجبتك ليه وما عجبتكش ليه. خامس سؤال ايه هي المشاعر والاحاسيس اللي انت حابب توصلها من خلال اللوجو بتاعك او من خلال الهويه بتاعتك. سادس سؤال ايه تصورك او تخيلك للشعار بتاعك شكله عامل ازاي. سابع سؤال مين هم العملاء بتوعك، ولو قدرت تخليه يبعت لك لينكات ليهم او صفحاتهم يكون كويس جدا. تامن سؤال ايه اللي بيخليك مميز عن العملاء بتوعك، او ايه المميز عندك عن العملاء بتوعك عشان الناس تبدا تتعامل معاك وتبدا تشتري معاك. تاسع سؤال تستخدم اللوجو بتاعك في ايه؟ مطبوعات، سوشيال ميديا، 3 دي. ممكن على فكره السؤال ده يعمل لك الثلاثه، هتستخدمه في المطبوعات في السوشيال ميديا وفي الكلادنج وفي الاكريليك. فانت كل الكلام ده اوكي، بس انت تبقى خلاص فهمت ان في جزء اكريليك معاك، هتبدا تستخدم حاجات بولد. 10 سؤال هي ايه الالوان اللي انت حابب تشوفها في الشعار او مش حابب تشوفها في الشعار. دول بالنسبه لي كانوا اهم 10 اسئله انت بتسالهم للعميل. مع زي ما قلت لك في اول فيديو الاسئله دي ممكن تزيد او تنقص حسب ما انت عايز، حسب ما انت محتاج تعرف ايه من العميل. كل ديزاينر منا يبقى له فيه حاجات معينه كده بيبني عليها البراند او بيبني عليها الهويه، فانت محتاج تزود الاسئله دي او تقللها حسب ما انت عايز. ممكن تشاركونا في الكومنتات ايه الاسئله اللي انتوا بتسالوها للعميل بتاعكم عشان تبداوا تاخدوا منه معلومات مفيده في الهويه البصريه، وازاي الاسئله دي بتبداوا تعكسوها في حاجات فيجوال او حاجات بصريه في الشعار او في الهويه البصريه. واستنونا كل اثنين وخميس ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان لما ننزل الفيديو بتاع اللوجوز يوصل لك اشعار بيه. وفي الاخير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام.